عارف يعني ايه تشتغل كل يوم 6 شهور من غير ما تجيب ولا عميل ولا تدخل ولا جنيه ولا دولار ولا حتى حد بيرد عليك؟ انا عشت ده والموضوع كان صعب جدا. وفي الابيسود دي احكي لك كل حاجه حصلت معايا وازاي جبت اول $100 ليا. بس تعالى الاول نجيب قهوه. يلا بينا يا جو. استناش لاتيه ايس صح؟ عشان انا دلوقتي هنروح البحر، احط الكاميرا على ترايبود عشان نسهل الموضوع ان انا احكي لك ازاي جبت اول كلاينت ليا وقعدت 6 شهور كاملين مش عارف اعمل ده. فتعالى ندور كده ونتحرك على البحر. دلوقتي احنا اتكلمنا واحنا بنجيب القهوه عن ازاي قعدت اشتغل 6 شهور من غير ما اجيب ولا كلاينت وما دخلش ولا جنيه. كان معايا صفر يعني تقريبا. كان ساعتها اللابتوب بتاعي اتش بي برو بوك 4530 اس. اللابتوب ده كان بيفتح تقريبا في ساعه الا ربع، نص ساعه، من كتر ما هو كان بطيء وكان صعب. يعني كان لابتوب قديم قوي. بس ده ما كانش بيديني اي يأس او ان انا مش عارف اعمل حاجه ومش عارف احقق اللي انا نفسي احققه، ان انا اجيب اول كلاينت ليا واجيب اول $100. فضلت اخش على الفورums او على المنتديات زمان وادور على ازاي ممكن ادخل فلوس اصلا. ساعتها انا كنت بعرف اعمل فيديو اديتنج، يعني دي كانت سيلبس انا بعرف اعملها. ليه؟ لان انا كنت بعمل يوتيوب شانل اسمها مدسل فلوج، كنت بعمل عليها فيديوهات موتوسيكلات. ففي اليوتيوب شانل دي اتعلمت ازاي اعمل فيديو اديتنج عشان اعرف اطلع الكواليتي اللي انا كنت بطلعها بجو برو. وبعديها لقيت ان السيلبس دي ناس بتقدمها اونلاين وموجوده في العالم، الناس كلها بتحتاجها. بدات اكلم ناس كتير جدا على انستجرام. 6 شهور كامله ما كانش فيه ولا بني ادم بيرد عليا. ده في يوم حتى انا فاكر بعت اكتر من 100 مسج ل 100 بني ادم ومحدش رد عليا خالص. ففهمت ان انا اكيد بعمل حاجه غلط. الحاجه الغلط دي كانت ان انا ببعت من اكونتي برايفت، اكونت مدسل هاني، اللي هو ما كانش عليه ولا فولورز، ما كانش عليه اي حد، ما حدش كان بيرد عليا. فبدات استغل اكونت مدسل فلوج بتاع الموتوسيكلات، كان عليه 5600 فولور تقريبا ساعتها، وكان في زي بيرسونا معمول مش باين وشي، كنت بعمل كل حاجه بالخوذه بس. انا ببعت للناس من المكان ده. طبعا الاكونت كان شكله اشيك بكتير جدا، كان باين ان هو في فيديو اديتنج كويس. فكنت ببعت اقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل لكم فيديو اديتنج سيرفيس فول فري، اول 3 فيديوهات لو عجبك الشغل بتاعي هنشتغل معاكم. بس يا سيدي، فانا الفشل بالنسبه لي كان هو الحاجه اللي وصلتني للحته اللي انا قاعد فيها دلوقتي. ان انا فشلت ان انا اجيب اول كلاينت ليا. المرحله الاولى بتاعتي ان انا عايز ابقى فريلانسر، عايز ادخل اول $100 اجيب اي كلاينت. ثاني مرحله هي ان انا بدات اكلم ناس محدش بيرد عليا برضه. ثالث مرحله هي ان انا بدات اعدل الحاجات الغلط اللي انا بعملها، زي ان انا اكونتي كان شكله وحش جدا محدش يرد عليه. بدات احسن ده وحد رد عليا فعلا، بعت لي ايميل وريسبوندد تو ماي تكست وبدانا نشتغل مع بعض. وقدرت ان انا اعمل اول $100 ليا. كانت حاجه وهميه يعني مش مصدق نفسي طبعا. كانت من احلى احاسيس في الدنيا، يمكن احسن من اي احساس عملته بعد كده كفلوس يعني. لان اهلي كانوا دايما شايفين لو انت قاعد بتلعب ليج اوف ليجندز بقى على اللابتوب اكيد ده حاجه مش مهمه او مش هتعرف تطلع منه فلوس. بس قدرت ان انا اول ما طلعت اول $100 ولقيتهم على باي بال ما كانوش مصدقين اصلا، اللي هو باي بال طب الفلوس دي فين؟ لحد ما عرفت انزلها وصل في حسابي والكلام ده كله. ممكن اتكلم معاك ازاي ممكن تنزل الفلوس من باي بال بعد كده. بس كان فعلا الاحساس ما يوصفش، يعني حاجه اتمنى ان انت تحسها في يوم من الايام، هي ان انت تدخل فلوس اونلاين فعلا وتعمل حاجه فعلا مفيده للناس. ان اغلب الناس بتبقى فاكره ان عشان ادخل فلوس لازم ابقى حلنجي او ابقى بشغل دماغي على الناس وما اقدمش سيرفيس كويس. بالعكس تماما، كل ما انت تقدم سيرفيس كويسه اكتر كل ما هتعمل فلوس اكتر وكل ما الناس هتحبك اكتر وهتريكومند يو او هتوصف للناس على شغلك وهيجي لك كلاينتس اكتر. تعال ننزل ناخد غطس كده سريعا ونشوف الميه عامله ايه، بعد كده نرجع نكمل الفيديو. احنا طلعنا من البحر خلاص ودلوقتي هنروح ناكل. وانا باكل هقول لك ازاي تبدا انت تعمل اول فلوس ليك وما تفشلش زي لمده 6 شهور. ماشي، بما اننا اتكلمنا عن كل حاجه تقريبا في الفيديو، اكلنا وشربنا قهوه وعملنا كل حاجه، فتعالى اقول لك ازاي انت ممكن تبدا تعمل ده او ازاي تجيب عميل ليك عامه وتشتغل وتعمل فلوس اونلاين. ده مطلب الشباب ومطلب ناس كتير قوي نفسها تبدا وتعمل فلوس بجد. بس الفكره كلها مش ان انت تخش في المجال عشوائيا. دخلت على المجال عشوائيا مش هتعمل اي حاجه. ولا تفهم برضه ان الفشل هو الطريق الوحيد للنجاح. انا عارف ان انت اتعلمت في المدرسه ان غلط تفشل وابن خالتك جاب مجموعه احسن منك والكلام ده كله، ده مش حقيقي، ده مش واقع بالواقع. الواقع هو ان اي حد نجح فشل في الحاجه دي كتير جدا وبعد كده نجح فيها. فاستعد ان انت تفشل واستعد ان انت تعدي بصعوبات كتيره جدا عشان تبدا تشتغل وتعمل فلوس. هقول لك تعمل ايه ستيب باي ستيب سريعا. اول حاجه انت محتاج يبقى عندك خدمه بتقدمها للناس. ما تشتغلش في المنتج اللي انت معكش فلوس. في الاغلب 90% اللي بيتفرجوا على الفيديو دلوقتي معهمش فلوس او معهمش راس مال يبداوا بيه. فانت محتاج تقدم خدمه، الخدمه دي تبقى واقفه عليك ببلاش، بتحط وقتك مقابل الفلوس. كانت بقى فيديو اديتنج، اس اي او،
شات جي بي تي، اي اي ايجنتس مثلا، اي هاي انكم سكيل عامه. ده نتكلم عن فيديوهات تانية قدام، مش كده؟ اعمل سبسكرايب عشان تتعلم ازاي تعمل ده. وبعد ما تتعلم الخدمه محتاج تعمل اكونت انستجرام محترم يبقى باين عليه ان انت بني ادم طبيعي، اقدر اثق فيك ان انا هحول لك فلوس. ما ينفعش يبقى اسمك ادم 21 60 ميدو، ما حدش واثق فيك، ما حدش هيحول لك فلوس عشان حتى يرد عليك اصلا على الانستجرام. فلازم يكون عندك انستجرام اكونت محترم، لان الانستجرام ده هو السي في بتاعك في 2025. من غير انستجرام مفيش كلاينتس ومفيش فلوس. تالت حاجه محتاج تعملها بقى على الانستجرام ان انت تعمل اوت ريتش وتحاول تجيب كلاينتس، وده هتكلم عليه برضه في فيديوهات قدام اكتر ان ديتيلز. واخر حاجه ان انت تقدم السيرفيس بتاعتك بما يرضي الله، وتبقى عارف ان انت الفلوس اللي بتاخدها دي لازم تبقى حلال 100%. فلازم تشتغل بما يرضي الله وتجيب لك العميل بتاعك احسن نتيجه ممكنه. في شباب بتشتغل في اليوتيوب اوتوميشن، في شباب بتشتغل في السكريبت رايتنج، في شباب بتشتغل في الفيديو اديتنج، في شباب بتشتغل في الكونتنت برودكشن. في مجالات كتيره جدا موجوده والسوق طالب الحاجات دي. كل اللي انت محتاج تعمله هو ان انت تمشي على الستبس دي بالظبط، وتتابعني وتعمل سبسكرايب عشان الكونتنت كلها اللي بتنزل على اليوتيوب شانل دي هتبقى مفيده ليك جدا وهتغير لك حياتك. طيب احنا عايزين نقفل الفيديو ده بطريقه مختلفه شويه، غير ان انت تعمل سبسكرايب وتتفرج على الفيديوهات الجايه كلها. في بعض الاسئله اتعملت على الفيديو اللي فات، وكل فيديو ان شاء الله هنرد على الاسئله اللي موجوده في الكومنتس. اول حد محمد عماد بيقول لي في سؤال محيرني قوي، هو انا اتعلم ايه؟ في دماغي حاجات كتير عايز اتعلمها بس مش عارف اتعلم ايه فيهم وابدا بايه. بص يا محمد، عشان شفت الكومنتس اغلبها الناس كتير قوي في ثانويه عامه. لو انت في ثانويه عامه خلص ثانويه عامه عادي براحتك، جيب مجموعه اللي انت شايف ان هو كويس يناسبك في الحاجه اللي انت نفسك تخشها، وبعد كده تابع الشانل هنا. هنزل عليها فيديوهات كتير قوي بعلمك فيها كل حاجه انت محتاج تتعلمها عن ازاي تبدا وتبدا في ايه بالظبط، من حيث تطوير الذات او تطوير الشخصيه، ومن حيث البيزنس وازاي تعمل فلوس. تاني سؤال، طب انا ثانويه عامه دلوقتي اعمل ايه؟ العظماء اتنين دي الاسباب اللي بقول لك ما تعملهاش. لو انت ثانويه عامه فخلص ثانويه عامه زي ما قلت لك بما يرضي الله، وذاكر واجتهد عشان ما تضمنش انت ممكن تخش ايه ونفسك تخش ايه، عشان برضه ما تكلفش اهلك فلوس ان انت تخش جامعه خاصه. فحاول تخلص ثانويه عامه على رواقه واعمل سبسكرايب للشانل وهتلاقي فيديوهات مفيده جدا الفتره الجايه. مش عارف انا حبيتك ليه محمد اسامه، بالرغم ان كلامك كله انا عارفه وانا عندي 16 سنه بعمل بيزنس بتاعي الحمد لله، ولكن انا حبيتك فعلا واتمنى جدا لو في وسيله اتواصل معاك. والله يا محمد انا اللي بعمل الشانل دي عشان حاجه واحده بس، ان انا في سنك، لما انا كنت في سنك في 18 و19 ما كنتش لاقي جايدنس عربيه قويه بتعمل محتوى الكواليتي بتاعته كويسه وبتعمل محتوى فعلا مفيد. اغلب الناس كانت بتعمل محتوى كاميرا لوجيتك على الكمبيوتر وما عندهمش معلومات، وكنت دايما بتجه الى الغرب عشان اتعلم منهم. فليه يا باشا عندنا حد محتوى بتاعه قوي جدا في الوطن العربي وفعلا بيكون مفيد للشباب. فده اللي هيحصل في الشانل الفتره الجايه دي ان شاء الله. نايت فيلز 4557، هو مفيش حاجه اسمها اخر فرصه، طول ما انت عايش وبتنفذ قدامك فرصه، لكن ده شخص طلع يقدم لك محتوى مفيد ويديك خبره تجارب وحاجات تتعلمها، يا ريت نقدر دي. بص، اخر فرصه ليك من ناحيه ان انت في السن ده يا اما هتتسحل في حاجه مش كويسه خالص وربنا يبعدنا عنها، وشفت صحابي كتير اتسحلوا في حاجه زي كده وبيتهم اتخرب وحياتهم بقت وحشه جدا، ما عندهمش معنى لحياتهم ومش بيسعوا. فده معنى اخر فرصه ليك، ان انت بعد الشر ممكن تخش في مجال انت مش قده ومفيش حد في الدنيا قده. فمهم قوي ان انت تبعد عن الحته دي وتركز ان انت تاخد الفرصه دي ان انت تشتغل فعلا وتعمل فلوس وتجتهد وتطور شخصيتك وتطور نفسك كراجل او كبنت، لان الحياه مش بتستنى حد، الحياه هي عباره عن فرصه، وما ينفعش تفضل مستني الفرصه دي تجيلك، انت لازم تروح تاخدها بايدك باسنانك وتجري وراها وتجتهد عشان تجيبها. لولد ميم، الحياه مش سباق استمتع بيها. الحياه مش سباق فعلا، واستمتع بيها طبعا، ولكن استمتع بيها في محور الحاجه اللي ممكن توصلك لاهدافك. اكيد الحياه تبقى لذة جدا لو انت معاك فلوس، اكيد الحياه تبقى لذة بكتير قوي لو انت مش خايف ان اهلك بعد الشر يخشوا مستشفى عشان انت مأمن عليهم بفلوسك، مش خايف ان انت الفلوس تروح. طبعا كل حاجه بايد ربنا طبعا، والرزق ده بتاع ربنا في الاخر، وكل ما علينا ان احنا بنسعى. فاستمتع بالحياه ولكن اسعى واجتهد وهتوصل اللي انت عايزه ان شاء الله. دمرتم الشباب بهذه العناوين، مولشي 99. ولكن لم ندمر الشباب يا مولتشي اللي احنا عملناه هو ان احنا بنشجع الشباب، بنحط نفسنا مكانهم في السن الصغير، هم محتاجين جايدنس، حد يكون كويس يكون فعلا عايز يفيدهم ويحسن لهم حياتهم، وده اللي احنا بنحاول نعمله في الشانل دي. احنا ردينا على بعض الاسئله المره دي من الايباد هنا، ردينا على بعض الاسئله من الكومنتس، ففي الفيديو ده اكتب اي كومنتس وان شاء الله الفيديو الجاي هرد عليك، وما تنساش تعمل سبسكرايب، تستنى الفيديوهات الجايه، وان شاء الله الشانل دي تبقى اكتر شانل مفيده في الوطن العربي.